بكره شرم الشيخ؟ بكره شرم الشيخ. بكره شرم الشيخ. واهلا بيكم في شرم الشيخ. بكره وبعده. بكره، لا بكره شرم الشيخ ان شاء الله الاثنين. الثلاثه هنبقى على الاقصر، هنكمل في الاقصر لغايه راس السنه. وعندنا في الاقصر عاملين حدث جميل قوي. نتمنى ان اون تي في ان شاء الله، وهي عموما مش عشان انا موجود في اون تي في، اون تي في موجوده على طول. عندنا مكتب للصعيد وعندنا جيهان عبد الدايم في الاقصر. يعني قول لي طيب. حتى احنا عندنا ماراثون هيتعمل، هيحضروا بعض الشخصيات الرياضيه المعروفه زي الكابتن محمود الخطيب والكابتن احمد شوبير والكابتن احمد حسن. الماراثون ده هنعمله ان شاء الله يوم واحد. هنجري تقريبا، يعني نقول المسافه الحقيقيه، نقول اللي الصحه يعني تقدر عليه، يعني يعني تقريبا هتبقى في حدود 4 كيلو. 4 كيلو. 4 كيلو. ليكم مطالب ايه تاني في مصر؟ احنا مالناش مطالب بمناسبه. وانتم في الخارج، لا ابناء الخارج، مش الاتحاد. انا اسالك على انك مقيم خارج مصر. نعم. وتريد المزيد من مصر. أيوة. يعني حتى تريد تفعل ايه لمصر؟ بلاش حتى مطالبكم. أيوة. يعني ايوه احنا جايين اولا في الاول والاخر ندعم مصر، وهندعم مصر باذن الله جميل. تعالى. احنا مطالبنا ان لابد وزاره السياحه لما تقول ان احنا عندنا عروض، تبقى عروض واقعيه من خلال يعني كوتيشن مكتوب او عرض مكتوب معتمد. لان احنا من وزاره السياحه بعتب عليها ان العروض للاسف اللي بتجيلنا بتبقى نوت كلير، يعني مش فاهمين منها حاجه، مش واضحه. فاحنا بنطلب ان العروض من وزاره السياحه علشان نقدر احنا نعمل لها ماركتنج عند بقيه الدول دي، نقدر نسوقها لهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا بمناسبه احنا العاملين في الخارج، كان في حاجه بسيطه لو سمحت لي بالنسبه لوزاره الخارجيه. انا حابب من خلال برنامج حضرتك ان انا اشكر معالي وزير الخارجيه وسياده المساعد هشام النقيب، نائب مساعد وزير الخارجيه